هقول لك اسماء لعيبه تمام. هتصنفيهم اسطوري، لاعب جامد، لاعب عادي، اقل من العادي. اول واحد نيمار. هو ما بين العادي وما بين الجامد. ما نخليه جامد، هو في يعني النص جامد. جامد. زيزو. ما انا لو قلت عادي حد يزعل مني. ده لعيب عادي، عادي. وجهة نظرك. وجهة نظري. محمد صلاح. يعني اسطوري. اسطوري. اكيد اسطوري. اسطوري بصراحة. ميسي. طب ده يتحط فين طيب؟ ما اكيد ما. يتحط لعيب اسطوري تحت محمد صلاح. تمام. تحت محمد صلاح. ايوه. الله على الانتماء. انتماء، ما اقدرش اقول حاجه كده. طب كريستيانو رونالدو. جيت بقى عند ايه نقطه ضعفي. انا نقطة ضعف انا كمان بصراحة. هو المفروض ان انا احطه لعيب اسطوري، بس مم. هحطه لعيب اسطوري ينفع مرتبة ليفلات تانية خلاص. حط مرتبة يعني. تانية من عندي. تم إضافة مرتبة جديدة من ضيفة الحلقة. يعني هنقول مرتبه اولى كريستيانو، ماشي. محمد صلاح، ميسي. تمام. بس عندك مرموش. عادي. شيكابالا. امم امم مش عايزين نزعل حد مننا يعني. لعيب جامد، محدش يقدر يختلف على موهبة شيكابالا ويقول ان هو صح. عادي او صح. تحت العادي او لا، هو لعيب جامد جامد بصراحة. يقول اللي ليه واللي عليه. إمام عاشور. تمام. امام عاشور عادي. عادي. امم هيختلفوا معاكي جدا بس ما انا ماليش دعوة. عارف. طب الشناوي. كان اسطوري. كان حاليا. اسطوري جدا جدا. حاليا للاسف اقل من العادي. يعني هتخليه عادي بقى، نحطه في النص من دي ودي تبقى عادي. مثلا لعيب زي قديم بقى شويه، اخر واحد معانا بيليه، اعلى مثلا من كريستيانو وميسي ولا لا؟ الاثنين دول في حته تانية. لا، الاثنين دول في حته تانية. صح كده. تمام. حتى برضو مارادونا الاثنين دول في حته تانية. لا كريستيانو. لا مارادونا برضه لا. يعني لو هنتكلم على مارادونا وكريستيانو وميسي، لا مارادونا هو اللي في حته تانية. ماشي. انت بتحب مارادونا اكتر واحد يعني فيه. يعني مارادونا في حته تانية وكان كريستيانو وميسي بعد كده وميسي. تمام قوي. اكتبوا لنا في الكومنتات بتوافقوها في الترتيب ولا لا.